مساء الخير. سنة سعيدة كلها خير ويسر ورضا من الرحمن. أنا زينب هبقى معاكم في برنامجنا كل يوم جديد. ومعايا ليلى. منوراني يا ليلى، سعيدة بوجودك. نور نورك، أنا سعيدة جدا إن معاكي النهاردة يا زينب. أنا ليلى ومعاكم النهاردة ببرنامجنا الجديد كل يوم جديد. فكرة البرنامج إن احنا ندخل لحياتنا كل يوم معلومة جديدة، فكرة جديدة، حاجة نخليها عادة في حياتنا تنفعنا وتنمي مهاراتنا وتخلي حياتنا أفضل. كل واحد فينا عنده عادات سيئة سلبية مش قادر يتخلص منها. لما بنفكر فيها بتزيد، لأن احنا عبارة عن تفكيرنا اللي احنا بنفكره ده احنا. فاحنا لو دخلنا عادة جديدة شغلنا نفسنا بيها وفكرنا فيها ونطبقها يوميا هتبقى عادة احنا عايزينها وحابينها وتبقى إيجابية. عشان كده ان شاء الله هيبقى معانا متخصصين في كل المجالات يعرفونا ازاي المعلومة. عندنا حوالينا معلومات كتير بس مش بنطبقها او مش بنخليها عادة. ازاي ندخل لحياتنا عادات جديدة تنفعنا وتخلي حياتنا افضل واسهل. ومعانا ضيفة جميلة جدا هتقول لنا عليها زينب. منورانا كوتش شيماء. احنا سعداء بوجودك معانا حبيبتي. يا ريت بقى تعرفينا التخصصات بتاعتك، لان كل الناس عايزين يعرفوا تخصصاتك. اتفضلي حبيبتي. الحقيقه اول حاجه انا سعيده جدا ان انا معاكم في البرنامج النهارده. احنا اسعد. وكل سنه وانتم طيبين والمشاهدين بخير وصحه، وان شاء الله يكون النهارده البرنامج يكون مفيد ليهم وبيقدم لهم خطوات ولو بسيطه يقدروا ان هم يطوروا بيها اللايف ستايل بتاعهم. اكيد ان شاء الله. اما انا بصراحه فانا عشقي كله في مجال التغذيه والرياضه، وخبره اكتر من 15 سنه يعني في مجال التغذيه والرياضه، ودرست البورد الامريكي في التغذيه وفي تغذيه الرياضيين والتغذيه للسمنه والنحافه والتغذيه العلاجيه ما شاء الله. ومؤخرا بقى لميت كل الاقسام التغذيه مع الرياضه في حاجه اسمها الهيلث كوتش، ان ازاي انا اقدر ان انا يعني افيد اللي قدامي، يعني ان انا اظبط له حياته في كل الاتجاهات ديت، بحيث ان هي يقدر ان هو يعيش حياه صحيه متكامله من جميع الجهات. تمام. طيب اول بقى سؤال بيلح علينا بقى، عايزين نعرف ايه اهميه اللايف ستايل في حياتنا وازاي نطبقه بطريقه صحيحه. اتفضل. اول حاجه اللايف ستايل ده بيشمل يعني معاني كبيره قوي، يعني بيشمل كذا جانب: الجانب الاجتماعي، الجانب العملي، الجانب الاسري، الجانب النفسي، الجانب الصحي. النهارده احنا بس هنبقى نتكلم بعمق اكتر على الجانب الصحي اللي هو بيندرج تحته كذا نقطه، اللي هو الرياضه، احنا بنعمل ايه في الرياضه، هل بنمارسها ولا لا، التغذيه هل مهتمين بيها، طريقه نومنا هل نومنا صحي، الاسترس والضغوط اليوميه هل بنعرف نتعامل معاها ونقدر ان احنا والله لان الاسترس يعني اللي احنا بنبقى فيه بنبقى عايزين فعلا نتخلص منه، ونقدر ان احنا صح بيأذينا في حياتنا وما بنعرفش نحل اي مشاكل بتقابلنا. دي حقيقة، كلامك صحيح. دي حقيقة. فازاي ان احنا النهارده بخطوات صحية وبسيطة نقدر ان احنا ندخلها في نظامنا اليومي بحيث ان احنا نتعامل مع الحاجات دي ونصلحها ونعدل منها. تمام. بس فبالنسبه ان احنا بدانا ان احنا اتكلمنا في التغذيه وبدانا ان احنا نشوف التغذيه، احنا النهارده مش حابين نقول للناس ايه الممنوع وايه اللي تاكلوه، لا احنا كلنا بقينا عارفين يعني ايه اللي احنا ناكله، ايه اللي احنا ايه اللي بيضرنا. لا انا النهارده عايزه اركز على كذا نقطه ان احنا نبدا لو احنا حطيناها في نظامنا هتبدا ان هي تعدل لنا من النظام دوت. طب قبل ما نبدا في التغذيه يا ريت بس، لان طبعا احنا عملنا انظمه كتير وبتفشل. عايزين ابسط حاجه، يعني مثلا انا ممكن ازهق من السلطه، ايه البديل؟ حاجات تبقى بسيطه وتخلي حياه، يعني تخلي التغذيه بالنسبه لنا ممتعه، ما تبقاش حاجه انا مش حباها. فيا ريت تدينا ابسط حاجه في التغذيه، لان انا حاسه ان الانسان عباره عن الغذاء اللي بياكله. هو طبعا انا قلت الكلمه دي برضو في